أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. فيلمنا النهاردة عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وعامل ترند كبير وحاصل على ملايين المشاهدات، وبيكون كله أكشن وغموض ومفاجآت بتخليك حرفيا مش هتقدر تغمض عينيك، فتابع معايا للآخر. بيبدأ الفيلم في إسلام آباد في باكستان، وهناك بنشوف إزاي قد إيه الجماعات الإرهابية مسيطرة على المدن ومبهدلة الدنيا، والوضع ده كان مهدد أمن السكان. وبالرغم من إن الشرطة حاولت تسيطر على الوضع ده، بس كان صعب جدا بسبب التسليح القوي اللي كان مع الجماعات واللي كان أقوى من تسليح الجيش نفسه. وبعدها بننتقل بالأحداث للهند، وعشان ما نتوهش من بعض خلينا بس عارفين إن العلاقة بين الهند وباكستان مش أحسن حاجة، علشان كده الحكومة الهندية كانت شايفة دايما إن باكستان بتمثل تهديد ليها، وخصوصا في وجود الجماعات دي. وفي نفس الوقت ده بتكون الهند قرروا إنهم يعملوا تجربة سرية، وبنعرف إن اسمها التجربة مارتن، زي ما بنعرف كمان إنها بتتعمل على شوية ضباط من القوات الخاصة. وبنشوف بعدها ضابط هند بنعرف إنه واحد من ضباط القوات الخاصة بالهند واسمه بهام، بس ما بيكونش زي اي ضابط ولا مقاتل، ولا هقول لك انه بكتيبه، لا ده بجيش كامل. وبنشوفه هو في باكستان وبيكون رايح هناك علشان مهمه سريه، وبعد ما بيوصل بيقرر انه يجمع المعلومات اللي هو عايزها لحد ما بيوصل للمكان بتاع خليه الجماعات، وهناك من غير اي نقاش بيخلص على عدد كبير جدا منهم. وعلى الرغم من ان عددهم وسلاحهم كان كبير جدا، بس هو ما كانش خايف وقعد يخلص عليهم من غير رحمه، لكن في النهايه وقع من ارتفاع عالي جدا، وكل الجماعات دي تاكدوا انه هو خلاص مات. لكن بهام رغم الاصابات اللي اتصابها كان لسه عايش، وبعدها بوقت قليل وصلت عربية إسعاف وأنقذته. وبالرغم من إن الباكستانيين كانوا من مصلحتهم إنه يموت، لكن مجموعة من الدكاترة الهنديين اللي كانوا موجودين بشكل سري في باكستان بدأوا إنهم يعالجوه. وبعد ما جالهم اتصال من نيويورك قرروا إنه يكملوا عليه التجربة السرية، وبالرغم من إنهم كانوا عايزين يهربوا ويرجعوه الهند مرة تانية، لكن المخابرات الباكستانية كانت مراقبة بهام، وعشان كده اتقبض عليه. وطبعا باكستان كانت معتبراه مجرم لأنه موجود على أرضها عشان يخلص على العناصر دي، وبالرغم من انه بيخلص عليهم، لكن باكستان اعتبروا ده تدخل مش من حق الهند. وبعد كده بنعرف ان بهام بقى قد ايه خطير جدا، وده لما بنشوف الجيش اللي نقله للسجن اللي هيتحبس فيه، وبنشوف الطيارات في الجو والمدرعات والعربيات المصفحه على الارض. وعشان كده مأمور السجن كان قلقان جدا، وعمل اجتماع مع رجالته وعرفهم ان بهام ده مسجون مختلف عن الباقيين ومختلف عن اي شخص هم اتعاملوا معاه قبل كده. وبعد ما قائد الحراس سمع الكلام ده قرر انه يتكلم مع المساجين القدام ويسخنهم على بهام. وبعد شويه بهام وصل السجن، وبنلاحظ ان الإصابة لسه مأثرة فيه ومخليه بيعرج على رجله الشمال، والمساجين القدام قرروا انهم يعملوا حفلة استقبال لبهام، وعشان كده قائد الحراس اداهم أسلحة وطلب منهم انهم يكسروا عين بهام بمجرد ما يوصل. لكن بهام على الرغم من قوته بعد ما وصل ما كانش عايز يعمل اي مشاكل مع حد، بس فجأة هو بياخد دش ويتلموا عليه المساجين وبدأوا يضربوا فيه بمنتهى الغل، وحسوا ان بهام ضعيف، لكن بعد ثواني بقى عامل زي الطور الهايج وبدأ انه يضرب فيهم بكل قوته. وطبعا المأمور كان مراقب كل ده وكان حاسس ان بهام ممكن انه يخلص على حد من المساجين ويحطه في مشكله اكبر، وعشان كده سحبهم على ساحه التدريب اللي جوه السجن. وهناك بقى بنشوف 2 من المساجين الاقوياء وبداوا يضربوا فيه بكل بعدتهم وقوتهم، لكن بهام برضه قدر يتغلب عليهم بشجاعته ويوصل رساله للمأمور وكل المساجين انه مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. وبالرغم من قوه بهام الكبيره جدا، بس بتيجي اوقات وبيكون مش عارف هو بيعمل ايه ولا موجود في باكستان ليه، وبتكون ذاكرته مشوشه جدا. وعشان كده حقوق الانسان بعتت جواب للسجن بان بهام لازم يتعرض من وقت للتاني على دكاترة المخ. وبالرغم من ان مأمور السجن ما كانش طايقه، لكن هيعمل ايه، مضطر انه ينفذ الكلام ده علشان يرتاح من وجع الدماغ. لكن بهام ما اعتمدش الكلام ده خالص، وكان عايز ياخد بس اي دليل يكون بالنسبه له طرف خيط. وعشان كده في يوم بعد ما الدكتوره فضلت تساله عن حالته الصحيه، فجاه بهام فضل يكسر في كل حاجه حواليه، واخد ظرف صغير كانت فيه طلقه مستخرجه من جسمه بعد اصابته وهرب من السجن. وبيروح بهرام بعد كده لمدينه تانية في باكستان، وبيكون عارف ان المدينه دي فيها مصانع اسلحه كتير جدا، وعشان كده كان محتاج يعرف عير السلاح اللي الطلقه اتضربت منه، لان ده بالنسبه له بيكون طرف خيط مهم. وبيقابل شاب يعرف بيت واحده ليها تعامل كتير جدا مع التجار دول، بس لما راح لها البيت اتفاجئ انها ميته بطريقه احترافيه لانها مضروبه بطلقه في عينيها، وصعب يضربها اي حد غير لو كان قناص. وطبعا بهام بسبب اصابته لما وقع من الارتفاع العالي وبسبب التاثر اللي حصل لجهازه العصبي بعد التجربه السريه، حس انه تايه اكتر ومش قادر يوصل للحقيقه. وبعد كده بيتغير المشهد وبننتقل لخارج دوله باكستان، وبنروح على بنجلاديش علشان نتعرف على بنت اسمها سيدا. دي بقى بتكون مش بس كانت واحدة من أفضل الضباط اللي في القوات الخاصة، لكن كمان بتكون
تكون مرات بهام، بس في الوقت ده كانت متأثرة جدا بسبب اختفاء بهام لأنها آخر حاجة تعرفها عنه مهمة خطيرة في باكستان، ومن ساعة الوقت ده ما تعرفش حتى إنه عايش ولا ميت. وبالرغم من إنها هي كمان كانت في بنجلاديش مع واحد من الضباط التانيين، لكن ما كانتش قادرة إنها تسيطر على مشاعر القلق، وعشان كده اتكلمت مع واحد من الدبلوماسيين الهنود الموجودين في بنجلاديش وبلغته بكل حاجة تخص بهام. ساعتها المسؤول ده طمنها وعرفها إن الهند عمرها ما تستغنى عن رجالتها، ووعدها إنه يجيب لها معلومات قريب جدا عن بهام. وبنرجع مرة تانية لبهام اللي قرر إنه يتنقل لمدينة كاراتشي في باكستان، وطبعا كان بيعمل كل ده علشان يقدر يوصل لأي حاجة تفيده وتخليه على الأقل يعرف يتصرف إزاي في اللي جاي. أما سيلدا بعد ما المسؤول بلغها إنه هيجيب لها معلومات استنت كام يوم بس برضه ما حصلش أي حاجة، ودي حاجة خلتها تحس باليأس وكأنها بتقول لنفسها إن بهام أكيد مات وإلا كان ظهر أو حتى طمنها عليه. وعشان تصبر نفسها كانت بتفتكر ذكرياتها معاه في واحدة من المهام وإنهم كانوا قد إيه بيحبوا بعض، لكن كل مرة تفتكر فيها كانت بتفوق في الآخر على الحقيقة وإنه بقاله شهور مختفي وما تعرفش عنه حاجة، ودي حاجة كانت بتوجعها جدا. أما عن بهام ففضل كام يوم في مدينة كاراتشي وما قدرش يوصل لأي حاجة تفيده، وقرر إنه يسيب المدينة ولأنه عارف إن المخابرات الباكستانية بتراقبه في كل حتة. هرب في مركب صيد صغيرة وراح على مدينة مومباي علشان يجمع أي معلومات تساعده، لكن كان ملاحظ إن أي حد بيتواصل معه كان بيموت على طول، وعشان كده قرر إنه يتحرك خطوة زيادة ويبدأ ينقذ أصحابه من الموت. وأول حاجة قرر يعملها هي إنه يتواصل مع صديق ليه كان موجود في مدينة مومباي، وبنعرف إنه كان ضابط سابق في القوات الخاصة، زي ما بنعرف كمان إنه واحد من نجوم الملاكمة، وفي الوقت ده صاحب بهام واللي بنعرف إن اسمه ماهندرا كان عنده ماتش ملاكمة مهم جدا، وبالرغم من إن بهام اتصل بيه وفضل يحذره من القناص اللي بيخلص على كل الناس اللي بيتواصل معاهم، لكن ماهندرا كبر دماغه من كل الكلام اللي قاله بهام وفضل يقول له إن حلبة الملاكمة متأمنة كويس ومحدش يقدر يعمل معاه حاجة. لكن بهام بعد ما المكالمة خلصت كان لسه حاسس بالقلق، وعلشان كده قرر يتحرك بنفسه ويروح على حلبة الملاكمة علشان ينقذ صاحبه. بس المشكلة إن المسافة كانت بعيدة جدا، بس ما كانتش فارقة مع بهام، وفي لمح البصر قدر ياخد موتوسيكل من واحد في الشارع وبدأ يجري بالموتوسيكل بأقصى سرعة علشان ينقذ صاحبه. لكن في الطريق اتفاجئ بمجموعة من العصابة الباكستانية قدرت تخترق الحدود الباكستانية وبدأوا يطردوه، بس برضه اتغلب عليهم وموتهم كلهم. بعدها اتحرك بسرعة جدا علشان يوصل للحلبة اللي ماهندرا موجود فيها، وهناك كان متأكد إن القناص موجود، وبالرغم من إنه فضل يدور عليه لكن بمجرد ما بهام وصل القناص سبقه وخلص على ماهندرا بطلقة في عينه بالظبط زي اللي خلص عليه قبل كده. وبعدها بشوية بنشوف القناص وبنعرف إنها قناصة مش قناص، وبعد ما خلصت مهمتها خرجت من الحلبة بمنتهى الهدوء. وساعتها بهام كان زعلان جدا على صاحبه ماهندرا وكان حاسس إنه بقى لعنة على كل اللي بيحبهم، وبالرغم من إنه عارف خطورة ده لكن قرر إنه يروح جنازة ماهندرا علشان يواسي مراته اللي كان عارف إنها قد إيه بتحبه. وهناك المشهد كان مؤثر جدا لما مرات ماهندرا كانت عمالة تعيط وتتكلم عن جوزها وفضلت تقول لبهام إن قد إيه ماهندرا كان بيحبه، ودي طبعا حاجة خلته حزين جدا. وبنرجع مرة تانية لسيلدا اللي بنعرف إنها بعد ما خلصت مهمتها في بنجلاديش رجعت للهند مرة تانية وخلاص تقريبا فقدت الأمل إنها تشوف بهام تاني، وبقت متأكدة إنه خلاص مات، وكالعادة كانت غرقانة بذكرياتها معاه وبتفتكر اليوم اللي تقدم لها فيه. وقتها أهلها في الأول كانوا رافضين لأن شغله خطير جدا، وبعدها مامتها وافقت لأنه قال لها إنه بيحبها جدا. وبهام بعد ما عرف إن سيلدا موجودة في الهند قرر إنه يقابلها، ودي حاجة خلت سيلدا فعلا مش مصدقة عينيها وكانت طايرة من الفرحة لأنها في الوقت ده ما كانش عندها أمل ولا ضعيف إن بهام أصلا يكون عايش. وبعد ما تقابله كانت متأثرة جدا وفضلت تقول له إنها عايزة يبعد عن الخطر، وساعتها بهام رغم إنه مش هيعمل ده بس فضل إنه يسمع لكلامها. وبعدها بيتغير المشهد وبنشوف واحد من أهم المسؤولين في الحكومة الهندية واللي بنعرف إن اسمه فيدا، وكمان مش مسؤول في الحكومة لكن كمان ملياردير والاستثمارات تقريبا في كل مكان جوه آسيا. وبهام بدأ يجمع شوية ذكريات وبقى متأكد إن فيدا ليها علاقة بحاجات كتير جدا، وعشان كده قدر إنه يحط نفسه في الموقف اللي بيستقبله. وعشان سيلدا قلقانة فبهام كذب عليها وقال لها إنه عايز يروح هناك علشان يغير جو، لكن بعد ما وصل بتكون المخابرات الباكستانية محرضين عليه ناس علشان يخلصوا عليه. وبالرغم من إن بهام كان عايز يفتكهم لكن كان اللي منعه إنه كان لسه واعد سيلدا إنه هيبعد عن المشاكل وما كانش عارف يتصرف إزاي. وعلشان يزحلق سيلدا ويتعامل معاهم طلب منها إنها تسبقه وتمشي قدامه شوية، وبدأ يتعامل مع الباكستانيين بمنتهى الهدوء وكان ماسك وردة بإيده وبالإيد الثانية نازل ضرب فيهم لحد ما عدمهم العافية. وبالرغم من إن عدد الباكستانيين كان كبير جدا لكن بنلاحظ إن التجربة السرية اللي اتعملت عليه كانت مخلية إشارات المخ عنده مخليها أسرع بكتير من البشر، عشان كده كان بيقدر يتعامل مع عدد كبير منهم في نفس الوقت. حتى لما كان الباكستانيين بدأوا يضربوا عليه نار كان بهام بيتفاداها بمنتهى السرعة، حتى لما هجموا عليه بعربيات مصفحة قدر إنه يهزمهم كلهم. وبعدها خد العربية بتاعته وفضل يسوق بطريقة مجنونة في شوارع الهند، وبالرغم من إنه اعتقد إنه خلص من الباكستانيين اللي بيطاردوه بس دي ما كانتش الحقيقة. وفجأة وهو سايق عربيته اتفاجئ بالباكستانيين وهم بيطاردوه، وطبعا بهام وقتها كان سايق على سرعة كفيلة إنها تقضي عليه لكن ما كانش خايف وقادر يتحكم بشكل غريب جدا في العربية.
وفضل يهرب من عربية الباكستانيين ويلبسهم في بعض ويخلص عليهم. وبنبعد بقى عن بهام شوية وبنروح على المينا الموجودة في مدينة مومباي، وهناك بنشوف مفاجأة كبيرة، وده لما بنعرف إن بهام مع أخ توأمه اسمه أرجون، وبنعرف إنه واحد من أفضل ضباط القوات البحرية الهندية. وفي الوقت ده بيكون أرجون اكتشف حاجة خطيرة جدا، وهي إن فيدا المسؤول الحكومي الهندي عامل وخاين للهند وبيتعاون مع الباكستانيين، وعشان كده عايز يسهل دخول شحنة أدوية أطفال فاسدة للهند. وطبعا الباكستانيين كانوا حاطين أمل كبير جدا على الشحنة دي، إنهم بالشكل ده بيقدروا يضربوا الهند في مقتل وهيخلصوا على عدد كبير جدا من الأطفال من غير ما يضربوا عليهم أي طلقة. لكن فيدا عارف إن أرجون عارف الموضوع بعد ما كشف المخطط كله، وعشان كده حرض عليه رجالته بالرغم من إن بهام شجاع، لكن أرجون كان بشجاعته في حتة تانية خالص، وتعامل مع رجالة فيدا ومسح بهم بلاط المينا وعدمهم العافية ورماهم في المية. وبعدها فيدا وصل على المينا وبدأ أرجون يتكلم معاه ويقل أدبه عليه ويهزقه ويقول له أنت خاين وعامل ولازم عقابك يكون الموت، وبيواجهه باللي كان عايز يعمله في أطفال بلده. وساعتها فيدا لما شاف استغرب جدا من الشبه اللي بين أرجون وبهام، وبعد ما اتصل فيدا بأخو أرجون قدام بهام، ساعتها بهام حرفيا كان هيتجنن لأنه ما كانش يعرف إنه له أخ توأم. وبنتنقل بالأحداث بعد كده لباكستان، وبنشوف القيادات هناك وهم متضايقين جدا لأنهم فشلوا بأنهم يعملوا أي حاجة لبهام، وبالرغم من أنهم بعتوا عدد كبير جدا من العصابات والمخبرين السريين علشان يخلصوا عليه، لكن للأسف ما حصلش. وحتى لما بيحاولوا يضربوا الهند ضربة استراتيجية عن طريق صفقة الأدوية الفاسدة، أرجون وقف في طريقهم، وعشان كده القيادة الباكستانية كانوا شايفين إن مفيش حل مع الهند غير إنهم يخترقوا الحدود. وبنرجع تاني لبهام اللي كان حاسس إن في حاجة غلط، وده لأنه كان ناسي أصلا إن في تجربة اتعملت عليه، لكنه كان شغال على نفسه علشان يفتكر كل حاجة. وبعد وقت قليل بدأ يجمع شوية ويتفاجئ إن التجربة كانت مخليه يخلط بين الواقع والعالم الافتراضي، وعشان كده عارف إن القناصة اللي بيخلص على الناس بطلقة في عينيهم أصلا تبع الجيش الهندي، وكل اللي ماتوا دول أما تبع الباكستانيين أو هنود خايفين. وبيفتكر بعدها إنه كان في مهمة في باكستان علشان يمنع صفقة الأدوية دي من أساسها، لكن وهو هناك قرر يوصل للمقر بتاع أكبر خلية إرهابية باكستانية، رغم إن ده في مخالفة للتعليمات والأوامر اللي عنده، لكن كان شايف إن كده بيعمل حاجة أهم بكتير. وبعد ما وصل للمكان بتاع الخلية دي اقتحم وبدأ يضربهم، ورغم إن عددهم كان كبير جدا لكن خلص عليهم من غير أي رحمة. وبالرغم من إنهم حاولوا معاه بكل الطرق لدرجة إنهم رموا عليه قنابل، لكنه شاطها برجله وخلص عليهم كلهم لحد ما اتبقى واحد منهم كان ضخم جدا، لكن بهام ما كانش يفرق مع الحجم، هجم عليه وفضلوا يتخانقوا مع بعض في معركة حقيقية. وبعد ما بهام عمل معاه الصح ربطه بالحبل عشان يخلص عليه، وعشان يتأكد نط بالحبل بره المبنى بتاعهم، لكن فجأة توازنه اختل ووقع من ارتفاع عالي جدا. وده نفس المشهد اللي شفناه في البداية. ومن بعد الإصابة دي بهام مش بس بقى تحت تأثير التجربة، لكن كمان تحت تأثير الإصابات اللي حصلت له في دماغه نتيجة الوعي. وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف بهام بعد ما افتكر معظم الحاجات اللي كان ناسيها، وعشان كده قرر يعمل أكبر خداع حصل للمخابرات الباكستانية، وفضل بيمثل عليهم إنه ناسي. وعشان كده قابل سيلدا، لكن بيتعامل معاها وحش جدا وكأنه خاطفها علشان يقنع المخابرات الباكستانية اللي كانت بتراقبه إنه لسه مش فاكر أي حاجة. وطبعا الباكستانيين لما شافوا ده حسوا إن الوقت المناسب جه علشان يقتحم الحدود الهندية، وخصوصا لما اتأكدوا إن بهام خلاص بره اللعبة ومش بيقدر يعمل أي حاجة. وبعدها بدأت المدرعات الباكستانية إنها تخترق الحدود، لكن فجأة بتظهر دبابة هندية وبيتفاجئوا إنهم اتخدعوا وإن بهام بنفسه هو اللي جوه الدبابة. وبمجرد ما وصل للمكان بدأ إنه يرمي القذائف على العربيات الباكستانية لحد ما فضلت عربية القائد بس، وبهام ضربها بقذيفة، لكن القائد الباكستاني قدر في آخر لحظة إنه ينط من العربية. وبنشوف معركة المصير بين الباكستاني وبهام، وبالرغم من قوة بهام لكن الباكستاني برضه شايف إنه بيدافع عن قضية، عشان كده كانت المعركة بينهم قوية جدا. وبالرغم من إن بهام خد ضربة مؤلمة جدا، لكن ما كانش شاغل باله بكل ده، وكان شايف إنه بيفضل لحد آخر نفس في حياته إنه يخلص عليهم علشان الهند تبقى في أمان. وبعد شوية من المعركة بيوصل فيدا للمكان، ساعتها بهام بيحس إنه رجع تاني مشوش لدرجة إنه شايف نسختين من نفسه وما بقاش عارف إن النسخة الحقيقية. وبنعرف وقتها إن التجربة السرية اللي تمت على مجموعة من الضباط الخاصة واللي بهام كان من ضمنهم، بنعرف إن التجربة دي كانت عبارة عن قدرة بتخلي المقاتل وقت الضغط يبقى شايف عالم افتراضي يخليه يشوف كل الزوايا والأبعاد، وده طبعا بيوفر حماية أكبر ليه. لكن بهام ما كانش قادر يفهم ده في الوقت الحالي، وعشان كده حاول إنه يخلص على فيدا، لكنه يتأكد إنه في العالم الافتراضي لما البندقية ما خرجتش طلقات وفيدا فضل قدامه. أما عن أرجون فبنشوفه بعد ما تكرم القوات البحرية تقديرا لجهوده للدفاع عن الهند. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده.